تحية كبيرة معاكم نويرة. هقولك على الخطة الكاملة اللي ازاي تروح بيها دهب وتقعد فين وتاكل وتشرب ايه وايه الانشطة اللي ممكن تعملها هناك وتخليك تقضي اجمد 4 ايام من غير ما تضيع فيهم ولا لحظة. بص يا سيدي، خلينا نتفق ان التخطيط الصح لسفرك هو اول خطوة في نجاحها، علشان كده ركز معايا في كل كلمة هقولها لك واحفظ الفيديو علشان يكون مرجع ليك في سفريتك اللي جاية لدهب. هنبدأ أول حاجة بالانتقالات، وأنا هنا هتكلم عن القاهرة تحديدا. عندك وسائل انتقالات كتير لدهب، هنتكلم عنهم كلهم، إيه مميزاتهم وإيه عيوبهم، وأنت اختار الوسيلة اللي تناسبك. أول وسيلة انتقالات معانا لدهب وهي الباص، وأنا برشح لك جو باص وبعدها ممكن شرق الدلتا. خلينا نتكلم الأول عن المميزات. لو سافرت بالباص، الكراسي بتكون واسعة واخد راحتك ومش شاغل نفسك بالطريق، الهاند فري بتاعتك في ودنك، مشغل البلاي ليست اللي بتحبها، ومع شوية نوم هتلاقي نفسك وصلت. مواعيده مظبوطة ونادرا لما يبقى فيه تأخير. أحسن كراسي تقعد فيها هي الأربعة اللي ورا السواق والاتنين اللي بعد الباب اللي في النص، بس خلي بالك لو باب الحمام بايظ بلاش الاتنين دول. تعال بقى أقولك إيه عيوب السفر في الباص. هو وسيلة المواصلات اللي بتاخد أطول وقت في الطريق، ولو النفق زحمة هتاخد وقت طويل في الانتظار، وهتنزل في النفق بالشنطة للتفتيش. بعد النفق هتدخل على المرحلة التانية وهي كمين عيون موسى، نفس الكلام، هتاخد وقت طويل برضو من الانتظار لو الدنيا زحمة، وجهز نفسك للكشف عن البطايق، واحتمال تتسأل عن سبب زيارتك ورايح فين والإقامة بتاعتك فين. وهنا خلينا أقولك نصيحة، ما تسافرش في الباص لو عليك أي حاجة، أو ما تسافرش الجنوب أصلا. لو هتسافر في الباص لازم تكون حاجز في مكان محدد ومعاك صورة من الحجز بتاعك، لأن أحيانا الدنيا بتبقى شدة وأحيانا الدنيا بتمشي، فما تعرفش انت حظك هيجي في أنهي يوم، فخليك في المضمون لأن ناس كتير بشوفها بترجع من عيون موسى. ندخل بقى على تالت فلتر وهو كمين شرم الشيخ، نفس الكلام، لو الدنيا زحمة هتنتظر شوية حلوين، وبرضه فيه هناك كشف على البطايق وتفتيش للشنط. اما بقى الفلتر الرابع والاخير هو كمين دهب، واللي احيانا بيكون الدنيا شاده فيه واحيانا الدنيا بتبقى كويسه، فانت ونصيبك في الكمين ده. بعد ما هتعدي كمين دهب يبقى انت كده وصلت دهب بالسلامه. الخلاصه، لو ورقك تمام جدا ومعاك حجزك ومش بتزهق ولا بتمل من الانتظار والسفر، فالباص هيكون خيار مناسب ليك جدا. اما بقى وسيله المواصلات التانيه وهي الهاي اس، اللي هي العربية التويوتا ال 14 راكب، مميزاتها ان هي بتبقى اسرع من الباص في كل حاجة، وفي الغالب بتاخد الطريق الاوسطي اللي هو نخل طابة نويبع دهب، وده بيكون اسرع والتفتيش عليه بيكون اقل. بالنسبة للعيوب بقى، فمش دايما مواعيده بتكون مظبوطة، وقعدة الكراسي مش احسن حاجة، بتكون متعبة شوية، ولو الدنيا زحمة في النفق هتقف شوية حلوين، وبرضه هتنزل للتفتيش بالشنط. لو اخد طريق شرم فهتمر بنفس الكلام اللي قلناه في الباص، ولو اخد الاوسطي فهتعدي على الكمين بتاع طابة، وهناك في كشف على البطايق، وخلي بالك علشان الكمين ده ما بيفوتش الهوا، ده نظرا طبعا لموقعه الحساس. فلو عليك اي قضايا فنفس الكلام، ما انصحكش تروح الجنوب اساسا. وبعد كمين طابة هتعدي على كمين نويبع وكمين دهب. الخلاصة، لو عايز وسيلة مواصلات تكون أسرع شوية وفي الحنين فالهاي اس مناسب جدا ليك. وسيلة الانتقالات التالتة وهي بالطيارة لشرم الشيخ، ودي أسرع وسيلة مواصلات هتسافر بيها من مطار القاهرة لشرم الشيخ. المواعيد طبعا مظبوطة ومدة السفر أقل بكتير من أي وسيلة مواصلات تانية. هتنزل مطار شرم الشيخ، تاخد تاكسي أو اندرايف لدهب، المسافة 90 كيلو، حوالي ساعة تقريبا. أما عيوب وسيلة المواصلات دي فهي طبعا في التكلفة بتاعتها، تكلفة تذكرة الطيران حوالي 2900 جنيه للفرد حاليا، فهي أغلى وسيلة مواصلات ممكن تروح بها دهب. أما بقى الوسيلة الرابعة فهي العربية بتاعتك. لو معاك عربيتك وتقدر تسافر بيها يبقى تمام قوي. المميزات وقتها أقل بكتير في النفق والتفتيش والكمائن، هتكون أسرع من الباص والهاي اس، الطريق هياخد معاك تقريبا من 6 ل 7 ساعات حسب السواقة بتاعتك وسرعتك، وهتقدر تقف في أي ريست براحتك. ولو أخد طريق شرم الشيخ ممكن تدخل تلف لك لفة في شرم قبل ما تكمل السفر لدهب. لو هتسافر بعربيتك عندك 3 طرق للوصول لدهب. الطريق الأول طريق شرم الشيخ، هو الأطول لكن الأكثر أمان، خصوصا لو معاك أسرتك وأطفال، لأن الطريق مليان ريستات وممكن تريح في شرم الشيخ شوية لو حسيت بالإرهاق من السفر. الطريق التاني هو الطريق الأوسطي، واللي هتعدي فيه على نخل طابة نويبع دهب. طريق جميل جدا، خصوصا الوصلة اللي من أول طابة لحد دهب، المناظر فيها روعة، وممكن تقف تتصور في فيورد باي وتقف شوية كمان في نويبع. الطريق ده مناسب جدا ليك لو عربيتك تمام وحديثة وأوراقك كلها مظبوطة، عشان زي ما قلنا كمين طابة ما بيفلتش. أما الطريق الثالث فهو طريق سانت كاترين، أقصر طريق في المسافة لكن أطول طريق في الوقت، وده لأن الطريق مليان ملفات خطر جدا، فلازم سواقتك تكون هادية وحذر جدا، وما انصحكش بالسفر عليه بالليل نهائي. واعتقد ان ده اخر خيار انت ممكن تاخده، رغم ان هتلاقيه مرشح من جوجل ماب علشان ده اقصر مسافة. ووسيلة الانتقالات دي هتكون اقل تكلفة لو انتوا اسرة مع بعض او حتى شير مع اصحابك، وطبعا العربية هتنفعك في دهب في الانتقالات الداخلية. اما عيوب وسيلة الانتقالات ديت فهي الارهاق، لان انت لو ما بتحبش السفر لساعات طويلة وما بتستمتعش بيه فهتتعب، وتأكد كويس قوي قبل ما تتحرك من امكانيات عربيتك وحالتها والرخص بتاعتك. اما وسيلة الانتقالات الخامسة والاخيرة، عن طريق اندرايف هتقدر تاخد عربية ايا كانت محافظتك لدهب دايركت،
وهنا انت هتاخد كل المميزات بتاعة السفر بعربيتك الملاكي في الطريق من سرعة وإنجاز في التفتيش وكل ده، وكمان مش هترهق نفسك في السواقة ولا تتعب من السفر. أما العيوب بقى فتكلفتها هتكون كتيرة عليك لو انت فرد واحد، أما فردين أو أكتر فهتكون حل مناسب جدا ليك وقيمة مقابل سعر. ودي كده كانت كل الطرق اللي ممكن تسافر بيها لدهب تقريبا ومميزاتها وعيوبها. نيجي بقى للانتقالات داخل دهب نفسها. لو معاك عربيتك اقعد في أي مكان في المدينة مش هتفرق لأنك هتقدر تتنقل بسهولة. أما لو مش معاك عربيتك فانصحك تقعد في وسط البلد عشان تكون قريب من الخدمات. ووسيلة الانتقالات الأساسية في البلد هي العربيات الدبل كابينة أو الفان الصغير أو العربية الجيب القديمة بتاعت زمان، وهي وسيلة الانتقالات المفضلة بالنسبة لي. وبس كده يا سيدي، بكده تكون عرفت هتسافر دهب ازاي وتقدر تحدد أفضل وسيلة انتقالات مناسبة ليك. وفي الفيديوهات الجاية هنكمل باقي كلامنا عن الإقامة والأكل والشرب والأنشطة الداخلية. وبالنسبة بقى للناس اللي بتحب تريح دماغها ومش بتحب تفكر في حاجة ولا تشغل بالها ويكون عندها خطة جاهزة للرحلة بتاعتها، فأنا برشح لكم شركة ديزني لاند للنقل والرحلات، اللي بتوفر لك برامج جاهزة وانتقالات وإقامة وأنشطة داخلية وكل حاجة هتكون محتاجها عشان تستمتع برحلتك. وهسيب لكم رابط صفحتهم وأرقام التواصل معهم في الوصف تحت. وأنا نويرة بقدم لك هنا نصايح كتير عن السفر. تابعني لو بتحب السفر، هتعرف معلومات كتير هتفيدك في سفريتك اللي جاية. سلام.